بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. دي قناتي، لو أول مرة بتشوفوا القناة عندي أتمنى طبعا نشترك، وأتمنى كمان تفعلوا باللايك وحطوا لي اللايك علشان إن شاء الله بإذن الله أول ما أنزل فيديو يبدأ يوصل لحضراتكم. فاتفعلوا حبايبي باللايك كده وحطوا لي لايك وسيبوا لي تعليق، وصباحكم هنا ان شاء الله. بصوا بقى، فيديو النهارده هتكلم معاكم عن البرد وازاي اتجنب البرد. وكمان طيب خلاص جه برد هنعمل ايه؟ فهقول لكم فيديو النهارده ليه، لان جالي سؤال واحده حبيبتي بتقول لي فراخي عمر 25 يوم والفراخ عندها واخده برد وبتعطس وكلام من ده كله، وطبعا بالتالي ان هي متاخره في الوزن، فهي كمان بتقول لي اعمل ايه وازاي اتصرف معاهم. بصوا حبايبي، انا عايزه بس الاول اديكم نبذه كده عن البرد ومشاكله، لانك طبعا طول دوره الفراخ البيضاء ممكن تقعدي تعاني من الموضوع ده. في علاجات بقى وخلطات وحاجات ما بتجيبش نتيجه معاكي والكلام ده كله. البرد بيسرق الاوزان، البرد مشاكله ممكن لا قدر الله تبصي في القطيع عندك او في عدد الفراخ اللي انت جايباها. الفراخ بتموت، المناعه طبعا بتضعف، الدنيا بتبوظ عندك. هي استخدمت حاجات طبيعية أولفنت وحاجات طبيعية بس ما جابتش نتيجة عندها. أول حاجة لازم، لو انت حاسة ان الفراخ عندك كشة شوية وحمامها متغير، زودي درجة الحرارة شوية. الفرخ بيكون سقعان معاكي شوية، فبنبدأ نزود درجة الحرارة شوية. تاني حاجة، مش هخلي الفرشة تحته تكون مبلولة، لا لازم أكون مظبطة الفرشة تحتيه باستمرار، دايما دايما فرشتي تكون نظيفة. هوقف بقى الخلطات لحد ما اشوف انا هعمل ايه، خاصة ان هي فراخة لسه عمر 25 يوم. هبدأ اجيب لهم جرعة، لازم اجيب لهم جرعة مضاد، واجيب كمان دواء حلو كمان. في دواء عند الدكتور البيطري بيديهولك بريحة النعناع كده حلو، بيبدأ يفتح معاكي صدر الفراخ على طول. فبتبدأي ان انت تاخديها واحدة واحدة. طيب هو البرد هيروح ممكن بنسبة 90% مش هيروح، بس الفرخ هيبدأ يتعافى معاكي وهياكل وهيشرب وهو عنده برد. وطبعا الحالات دي قابلتني كتير في التربية، ان الفرخ واخد معايا برد بس الحمد لله نسبة البرد بسيطة، يعني انا بتعامل معاه طبيعي والفرخ بيكبر والدنيا تمام. اهم حاجة انا مش عايزة في البرد يبقى فيه اسهالات. في اسهالات يبقى الفرخ ما بيستفادش ولا بالعلف ولا بالاكل، وبالعكس يعني انت كده انت اللي خسرانة في الموضوع ده. فانا ابدا اشوف الدنيا عندي ايه. هبدا على طول، انت اول حاجه هتعمليها زي ما قلت لك لازم تكوني مظبطه درجات الحراره والفرشه وكل حاجه عندهم تمام. حاجه كمان هتبداي على طول تجيبي ليهم علاج بيطري، جرعه علاج بيطري، علشان بعد الجرعه بتاعه العلاج البيطري هنبدا نرفع المناعه، لازم نشتغل في رفع المناعه. لان طبعا بعد جرعه المضاد والكلام ده كله الفرخ بيكون بقى يعني فقد بقى سوائل كتير من جسمه مع دور اسهالات مع كلام من ده. فبنبدأ بقى ان احنا نبدأ نعوض الفرخ بحاجات طبيعية علشان يبدأ يستجاب معانا. فأهم حاجة أنا عايزة البرد اللي عندهم ده يخف شوية. لأن زي ما قلت لكم برضو من تجربتي في البرد، خاصة احنا يلي بنربي في بيوت، صعب نسبة، عشان أقول لك البرد هيروح بنسبة 100% يبقى أنا بكدب عليكي. البرد ما بيروحش بس بيتخف شوية، والفرخ بياكل وبيشرب وبيزيد معاكي وبيبقى زي الفل. فده اللي انا عايزاه في النتيجة في النهاية، ان الفرخ يكون كويس معاكي. طيب انا دلوقتي الفرخ عندي كبير، يعني انا دلوقتي الفرخ عندي كبير هعمل ايه؟ هضطر ان انا اشتغل معاه طبيعي، تمام، وشوية كده واذبح بقى، وشوية واذبح الفراخ وخلاص على كده. لان طبعا مش معقوله مثلا الفراخ عندي عمر 35 يوم او داخله على 40 يوم وعندها برد وعايزه اجيب علاج للبرد، لا. هي دوره الفراخ البيضه دي اخرها معايا 40 يوم، ما بزودش عن ال 40 يوم او 37 يوم، واللي متابع معايا بذبح على 37 يوم. فخلاص الفرخ بعد الشهر ده بقى خلاص، يعني ابدأي اشتغلي معاه طبيعي على قد ما تقدري، على قد ما تقدري البصل والثوم والليمون. يوم ويوم كده ابدا اعمل خلطه البصل والثوم والليمون، وابدا بقى ازود عليه حاجات للبرد زي مثلا الزنجبيل او القرفه، الكلام ده يبدا الفرخ يستفاد منه. وتعصري دايما الليمون كده في الميه، فيتامين سي، كلام من ده. فالله المستعان بقى، ربنا يعديها على خير. وبرده في الجو اللي احنا فيه ده جو متقلب، فخدوا بالكم جدا على طيوركم. زي ما انتم شايفين طبعا الكتكوت غالي جدا، وكمان العلف بدأ يزيد، يعني سعره بدأ يزيد برضو في العلف. فاحنا مش عايزين اي خسائر الفترة اللي جاية. برضو هنبدأ طبعا ندفي بلمبات حرارية، فطبعا دي استهلاك كهرباء واستهلاك علف وكتكوت غالي، فلا
لو مش عندك مكان والدنيا مش متظبطه معاكي ما تجيبيش وما تجازفيش في الوقت اللي احنا فيه، كل حاجه غاليه. التربيه بتوفر فلوس، ايوه طبعا بتوفري، يعني بتمن الفرخه فرختين على طول. تمام، بس لازم كتكوت كويس، لازم فرزه كويسه. عايزه اقول لكم برضو على حاجه انا شفتها وانا بذبح الفراخ وبنضفها. قابلت ايه؟ ان الفراخ فيها نسبه من الدهون. طيب الدهون دي جت منين؟ انا عايزاكم برضو تكتبوا لي في الكومنتات لو حد برضو فتح الفراخ البيضه ولقى فيها الدهون. الدهون دي تقريبا من العلف، يعني الدهون دي جايه من العلف. حتى العلف ما عادش زي زمان، يعني زمان كان الواحد يذبح الفرخه ما يلاقيش جواها دهنه. فالدهنه دي جت منين؟ ده انا مش باكل عيش، ده فراخ بيضه. فالدهون دي يعني نسبة جاية تقريبا من العلف. العلف مش مظبوط وكده. فقولوا لي لو حد قابله كده، دي سببها من العلف، التركيبة بتاعت العلف مش مظبوطة. بس تمام، يعني الوضع تمام والحمد لله. وطبعا ما تحاوليش برضو ان انت تغيري في العلف. اللي انت بتكملي بيه كملي بيه. لان زي ما قلت لكم احنا مش محتاجين بقى نزود سموم ونزود مشاكل عند الفراخ. برضو خدي بالك دايما دايما من لون الحمام عندهم او السبلة شكلها ايه. انا مش عايزه اللون الاحمر، مش عايزه الاخضر، مش عايزه الاصفر، مش عايزه اي حاجه. انا عايزه دايما الحمام يكون متماسك علشان الفرخ ما يخسش معاكي. اخطر مرض البرد والاسهالات والكلام ده كله، هو ده بيسرق معاكي الوزن وبيخسس الفرخ معاكي، والفرخ بياكل ومش بيزيد. فنحاول على قد ما نقدر ان احنا نتجنب المشاكل دي بحاجات طبيعية كده، نشتغل معاهم بحاجات طبيعية. طيب ده انا جايبة عدد، انا مش هستنى ان الفراخ عندي تتعب، لا. انا بنصحك لو انت جايبة عدد من الفراخ، هاتي جرعة مضاد سموم نظيفة، هاتي جرعة وقائية للكوكسيديا والكوليستريديا. لان طبعا زي ما قلت لكم لو بدأ يظهر عندكم الحمامات البني والاحمر والكلام ده في عمر صغير، هيبدأ بقى تبص تلاقي الفرخ معاكي نافش ريشه والفرخ بيسهل. كمان بتبدأ تظهر عندك ظاهرة الكساح. الكلام ده كله ان الفرخ فاتح رجليه، كل ده بسبب الاسهالات. لان زي ما قلت لكم الاسهال بيسرق الوزن، وبنقعد بقى نعالج عبال ما الفرخ بيبدأ يسترد صحته. بيتأخر في الوزن معاكي أسبوع أو 8 أيام علشان يكون جاب معاكي الوزن المفروض في عمر مثلا 10 أيام. ده انت تبص تلاقي ده الوزن بتاعه ده في عمر مثلا ايه 5 أيام 6 أيام، فبيبقى متأخر معاكي أسبوع كامل. فاحنا بصوا عايزين نتجنب ده كله من الأول كده. الفرشة، التهوية، تظبطي كل حاجة، هاتي جرعة مفيش مشكلة خالص. ودايما بنصح بقى شوفوا التربية في البطارية بتبقى حلوة جدا، خاصة كمان في الأيام اللي احنا داخلين عليها دي. وأنصحك بقى في نهاية الفيديو لو مش عاملة بطارية اعملي لك بطارية، هتوفر معاكي حاجات كتيرة. هبقى اشرح لها لكم ان شاء الله في فيديو تاني. لو عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسوش حطوا لي اللايك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو على خير، مع السلامة.